في الدقيقة 94 من نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 بمصر، سجل رياض محرز هذا الهدف من ركلة حرة ليكون سببا في تتويج الجزائر بالكأس. في تلك اللحظة الحاسمة لم يكن محرز يواجه فقط الضغط الجماهيري والمنافس القوي، بل كان عليه أيضا التحكم في مشاعره للحفاظ على دقته. مهارة أساسية تسمح لنا باتخاذ قرارات صائبة حتى في أصعب الظروف في عملنا ومشاريعنا. عندما نتمكن من إدارة مشاعرنا بشكل جيد نصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات حاسمة والنجاح في بيئات مليئة بالتحديات. دراسات عديدة أثبتت أن 76% من نجاح مشاريع العمل الجماعي تعود إلى قدرة الموظفين على التحكم بمشاعرهم وإدارة النزاعات بطرق بناءة، مما يعزز التعاون والإبداع. يقول فيكتور هيغو: أعظم قوة في الإنسان هي قدرته على التحكم في مشاعره. فهل أنت مستعد لاستخدام هذه القوة لتكون أكثر فعالية؟ شاركنا رأيك في التعليقات.